نقوم الآن بمشاهدة الطائرة التونسية عن طريق الأقمار الصناعية الطيار في وضع صعب جدا، كما نرى المحرك لا يعمل بشكل صحيح. أيضا هناك خلل فني. نعم. لهذا السبب يجب على الطيار الهبوط فورا في مطار الجزائر فورا. نعم سيدي سلمان. سيقوم الطيار الآن بفتح العجلات من أجل الهبوط. نعم. سيارات الإسعاف والإطفاء جميعها مستعدة أيضا. هناك شخصيات مهمة سنعرضها لكم بعد قليل. نعم سيدي سلمان، شكرا لك سيدي سلمان. نعم نحن الآن مثل ما نرى عن طريق الأقمار الصناعية هذه هي الطائرة التونسية في وضع صعب جدا جدا. أتمنى السلامة للجميع، وأتمنى من الجميع أن يقول السلامة لهذه الطائرة. هل سيستطيع الطيار التونسي التوجه إلى المطار والهبوط أم ماذا؟ نتابع ونشاهد. نعم سيداتي سادتي، الطائرة في وضع صعب. هناك شخصيات مهمة جدا سوف نعرضها لكم الآن. اسلام ابو الوفا شكرا لك على اللايكات. احمد حافظ شكرا لك على اللايكات. ام يوسف شكرا لك على اللايكات. محمد شكرا لك على اللايكات. رشيد شكرا لك على اللايكات. سدرة شكرا لك على اللايكات. نصر عثمان العريبي شكرا لكم على اللايكات جميعا. نتمنى من الجميع ان يقول تصل الطائرة بالسلامة. وما رأيكم؟ هل الطيار هذا التونسي يتمكن من الهبوط؟ هل سيستطيع التحكم بالطائرة؟ لنتابع ونشاهد الآن. نعم إذا إخوتي الأعزاء، الطائرة الآن فوق مدينة الجزائر مثل ما نرى. نعم الطائرة الآن فوق مدينة الجزائر مثل ما نرى ونشاهد. هذه هي مدينة الجزائر وهنا بالضبط. نعم إخوتي الأعزاء، نعم اقتربت الطائرة من مطار هواري بمديان. نحن الآن بالقرب من منطقة الحراش وباش جراح. في هذه المنطقة نحن الآن بالقرب من باش جراح في مدينة الجزائر. الطائرة تقترب كثيرا من المطار، ثواني قليلة وسوف تهبط الطائرة. عماد يقول لنا نعم تونسي قادر على الهبوط. أحسن أخي التونسي. نعم أحسن أيها الطيار التونسي، وسوف نقوم بتثبيت هذا التعليق الرائع. نعم هذا التعليق الرائع وهذا الكومنت الرائع سوف نقوم بتثبيته. شكرا لك على هذا الكلام الرائع والجميل. احمد طايف شكرا لك على اللايكات. ام عبود شكرا لك على اللايكات. عزيز شكرا لك على اللايكات. سناء عبيده شكرا لك على اللايكات. نعم اخوتي الاعزاء، اذا الطائره الان تتوجه الى الهبوط. نعم سوف نقوم الان عرض الطائره من الاقمار الصناعيه مره اخرى لنشاهدها من الاعلى. نعم شكرا لك سيدرا على هذا الكلام الرائع. سيدرا تقول لنا توصل بالسلامة. اسلام ابو الوفا يقول لنا توصل بالسلامة. الرشيد يقول لنا بالسلامة. شكرا لكم اخوتي الاعزاء على هذا الكلام الجميل. نعم سيداتي سادتي، ثواني قليلة وسوف تصل الطائرة الى المطار. هذا هو المطار في الامام. لنقوم بعرض الطائرة عن طريق الاقمار الصناعية من الاعلى. نعم احمد حافظ يقول لنا التونسي قدها. نعم شكرا لك. نعم اخوتي الاعزاء، وسيم بدري مرحبا بك وسيم بدري، كيف حالك؟ خديجة محمود كيف حالك؟ شكرا لك على اللايكات. عمر مخلوف شكرا لك على اللايكات. يزيد شكرا لك على اللايكات. شكرا لكم جميعا اخوتي الاعزاء. اذا ثواني قليلة وسوف تهبط الطائرة. الديب الاشمط يقول لنا توصل بخير وسلامة. هذه هي الطائرة عن طريق الاقمار الصناعية من الاعلى. الخطوط التونسية الان متوجهة الى مطار بومدين بالجزائر. نعم اذا اخونا السيدي من موريتانيا يقول لنا هلا بك وتصل بالسلامة. شكرا لك اخي سيدي، شكرا لك. ابو البشير كناني شكرا لك على اللايكات ايضا. زهرة الجبل مرحبا بك زهرة الجبل، شكرا لك على اللايكات. شكرا لكم على مشاركة هذا البث ايضا. ابو البشير كناني يقول لنا درب السلامة. نعم سيداتي سادتي، ثواني قليلة وسوف تهبط الطائرة. الطائرة اقتربت كثيرا من المطار. نعم سيداتي سادتي، اذا هذه هي الطائرة الان بالقرب من ملعب ميلسون. نعم اقتربت من الملعب الان. اذا اقتربت الطائرة الى الهبوط. نعم اذا هذا هو في الاسفل على ما اعتقد عين ناجي او جسر قسنطيني في هذا المكان. الان الطيار يحاول الهبوط. الطائرة تقترب من الهبوط. الطيار يهبط. الطائرة تهبط. الطائرة تهبط. نعم اخوتي الاعزاء، المحرك في وضع صعب. هل سيستطيع الطيار من الهبوط؟
الطائرة تحاول الهبوط الآن. أوه نعم نعم نعم، فعلها الطيار البطل، فعلها التونسي، فعلها الطيار التونسي البطل، الطيار الرائع. جميعنا نقول له أحسنت. من سيقول له أحسنت أيها الطيار؟ عماد يقول له أحسنت أخي التونسي، أحسنت. نعم، من سيقول له أيضا أحسنت؟ من سيقول له أحسنت أيها الطيار البطل، أيها الطيار الرائع؟ نعم سيداتي سادتي، نعم هذا هو الطيار الرائع. زهرة الجبل تقول أحسنت، أبو البشير كناني يقول له أحسنت، أحمد حافظ يقول أحسنت، زهرة الجبل تقول له أحسنت. أحسنت أيها الطيار التونسي. يزيد أيضا يقول له أحسنت. سدرة تقول ربي يحفظك، أحسنت يا أخي التونسي. شكرا لك سدرة، شكرا لكم جميعا. عاطف قديم شكرا لك على اللايكات. أحمد العالم شكرا لك على اللايكات. ضياء شكرا لك على اللايكات. شكرا لكم جميعا. نعم نعم، جميعنا نقول له أحسنت أيها البطل، أحسنت أيها الطيار الرائع والمتألق. نعم سيداتي سادتي. السيدة سلمى، هل لي أن أسأل سؤالا من فضلك؟ ماذا يجب على الطيار أن أفعل الآن؟ يجب على الطيار التوجه إلى مكان فارغ وإطفاء الطائرة فورا. نعم، إذا يجب على الطيار التوجه إلى مكان فارغ وإطفاء الطائرة فورا. إذا كما نشاهد الدخان يزداد أكثر من السابق. نعم. عمر مخلوف، مرحبا بك عمر مخلوف، مرحبا بكم أخوتي الأعزاء، مرحبا بكم جميعا. محمد الرياني شكرا لك على اللايكات. إذا الديب الأشمط يقول لك أحسنت أيها البطل. رياض الملاف شكرا لك على المشاركة أخي الكريم، أشكركم جميعا أخوتي الأعزاء. هذه الطائرة التونسية الآن، يقوم الطيار الآن بإطفاء الطائرة. نعم، نحن بانتظار الآن سيارات الإطفاء والإسعاف، مثل ما نرى ونشاهد الآن. أيضا شاهدنا ماذا حدث منذ قليل، صراحة تفاجأنا كثيرا مما حدث. نعم. إذن أخوتي الأعزاء شكرا لكم. مراد بالحاج شكرا لك على اللايكات. عاطف قديم وأحمد العالم شكرا لكم على اللايكات جميعا. ما رأيك سيدي سلمى بهذا الطيار؟ نعم، تمكن الطيار التونسي البطل من الوصول إلى مدرجات المطار بصعوبة. أيضا شاهدنا شخصيات جدا مهمة عرضناها لكم. نعم أخوتي الأعزاء، إذا هناك شخصيات جدا مهمة عرضناها لكم منذ قليل. جميعنا شاهدنا هذه الشخصيات، جميعنا نقول له أحسنت أيها الطيار البطل. شاهدنا ماذا حدث منذ قليل قبل الهبوط أيضا وتفاجأنا. هذه هي الآن سيارات الإطفاء تصل وسيارات الإسعاف. جميعنا نقول له أحسنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.